بدر بدران من الأردن لواء الأغوار الشمالية في أول زيارة له لأداء مناسك العمرة في رحاب الحرم المكي، شاهد الكعبة، دعا الله فاستجاب له. بدر، شو اللي صار معك أول ما دخلت الكعبة؟ الحمد لله، هذا من فضل ربي، الحمد لله. فما بعرف، حسيت حالي اني كنت بالحلم، يعني كان تفكيري كثير يعني. فحكيت لا اله الا الله اول ما شفت الكعبه. فالحمد لله، ذكر كيف هيك حكيتها بسرعه وبحكي عادي. يعني أول إشي حكيته لا إله إلا الله. لا اله الا الله، ركعت صرت بدعي الله هيك يعني بس نطقت سجدت. نعم. حسيت حالي كنت بحلم، حسيت حالي بخوف، كنت بالأول خايف كثير، فبعد هيك راح مني خوف، مش خايف ولا راح منك الخوف. شعورك الآن بعد ما نطقت ربنا، دعيت ربنا استجاب لك وداخل الحرم المكي في أطهر بقاع الأرض. الحمد لله على كل شيء. والله ما بعرف كيف بدي أحكيها يعني مش قادر توصف شعورك. والله يعني مقدر هذا الشيء، انك مش قادر توصف شعورك ان ربنا استجاب لك داخل الحرم المكي ونطقت. الحمد لله. كنت بحكي معاهم بس بلسان كثير، حتى اسمي ما بعرف احكيه. ما كنت تعرف تحكي اسمك؟ ما بعرف. فيشوفوني ما بعرف احكي اسمه، هيك بيضحكوا علي ناس عرب. ما بعرف كيف هيك حكيت، خلي خلاص ضل ساكت احسن. فانا ضلت ساكت كان عمري 5 سنين لليوم حتى شفت مكة. يعني بعد ما شفت مكة دعيت الله استجاب لك. الحمد لله على كل حال، هذا من فضل ربي، الحمد لله. دائما الواحد يخلي قلبه النية الصافية. الحمد لله، النية الصافية. الحمد لله.